عالم مجنون نطلك في بلكونة اوضتك واتسحب ودخل بالراحة، وهوب راح مطلع من جيبه ابرة وراح دببها في رقبتك. خدرك نمت خالص، ما حسيتش بحاجة. راح سحبك على المعمل بتاعه وربطك في كرسي، وراح كاسر دماغك ومطلع مخك من دماغك، وخد مخك ده حطه في برطمان وحط عليه مادة حافظة عشان ما يحصلوش حاجة، ووصل مخك الحلو ده بقى بجهاز. الجهاز ده بيرسل نبضات عصبية. المفاجأة بقى ان مخك مش هياخد باله اصلا ان جسمك مش موجود. اصل بص، النبضات اللي بيبعتها الجهاز ده لمخك هي اللي بيبعتها الجسم للمخ، وبناء عليه انت بتحس وبتشوف وبتعمل كل حاجة. في الواقع المخ مش محتاج لجسمه اصلا. لما بتشوف وردة فانت عينك بتبعت نبضات عصبية لعقلك، فعقلك بيبتدي يستوعب ويشوف الوردة. لو العالم المجنون ده بعت نفس النبضات العصبية دي لمخك بس وهو جوه البرطمان، مخك هيتعرف على الوردة وهيبقى شايفها وممكن كمان يحس بملمسها. قيس نفس الشيء على سماع المزيكا، ان انت تشم برفان، او ان انت تحس بالألم، او ان انت تحب حد. يعني بمجرد ما بنحفز المخ بالنبضات العصبية دي، انت تبقى في حالة ادراك تام لكل شيء حواليك. ايش عرفك ان ده مش حاصل معاك؟ مش ممكن يكون دلوقتي مخك محطوط جوه برطمان كبير عايم جوه محلول، وفي عالم مجنون بيحفز اماكن استراتيجية جوه مخك، وبالتالي بيتحكم في كل حاجة؟ تفتكر ازاي ممكن نعرف ان العالم اللي حوالينا ده اصلا موجود؟ وهل ممكن في يوم من الايام نطلع مخ في برطمان؟ انت ايه رأيك؟